تخيل تشري دار تخلص عليها فلوسك، تدخل تسكن فيها، ومن بعد يجي واحد الشخص ويقول لك هذه دار بابا وانا وارد فيها. واش تقدر تحمي راسك من هذه الكارثة قبل ما تشري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعي قناة ازالو ايموبيلي الكرام. الا كنتي باغي تشري بقعة ارضية، شقة، دار، فيلا او اي عقار، واحد من اخطر الحوايج اللي خاصك ترد ليها البال هو مشكل الوراثة. وماشي حيت البائع عطاك العقد وقال لك راه هادي ديالي وما عندي حتى مشكل، يعني خاصك تثيق فيه وتدفع. لا، العقار خاصو يتفحص قبل الفلوس، ماشي من بعد. اول حاجه، عرف شكون هو المالك الحقيقي قبل ما توقع او تعطي العربون. خاصك تعرف شكون المالك في الاوراق. اذا كان العقار محفوظ، خاصك تتاكد من الرسم العقاري والوضعيه القانونيه ديالو، وما تعتمدش غير على الكلام ديال البائع. وإلا كان المالك الأصلي توفى، هنا خاصك توقف شوية وتفهم الوضعية ديال التركة. واش كاين إرث؟ شكون هما الورثة؟ واش جميع الورثة عندهم الحق في العقار؟ واش كاين شي وارث قاصر؟ واش كاين شي نزاع أو رهن أو حجز؟ حيت ممكن تلقى راسك شاري عقار ولكن الملف ديالو مازال ما تسواش. تاني حاجة، ما تشريش بد وارث واحد وتنسى الباقي. مثلا واحد العقار خلاه الأب لثلاثة ديال الورثة، جا عندك واحد منهم وقال لك انا غادي نبيع لك الدار، ما تخافش اخوتي موافقين. ما تعتمدش على خوتي موافقين. الموافقة الشفوية راه ماشي هي نفس الشيء بحال الوثائق والإجراءات القانونية اللازمة للبيع. خاصك تعرف بالضبط شكون عنده الحق يبيع وبأي صفة، وشنو خاص من وثائق وتوقيعات. وثالث حاجة، رد بالك بالقاصر. هاد النقطة راه مهمة بزاف. إلا كان واحد من الورثة قاصر، الموضوع ما كيبقاش مجرد بيع عادي بين شخصين، كاينة إجراءات قانونية خاصة. خاصك ما تدخلش في شي صفقة حتى تتأكد من الوضعية والإجراءات المطلوبة. يعني إلا سمعتي راه واحد من الورثة باقي صغير ولكن الوصي عليه غادي يتصرف في النصيب ديالو، وقف سقف الصفقة واستشر مع مهني مختص قبل أي خطوة. رابع حاجة، العربون ماشي هو اللي كيحميك. كاين اللي كيشوف عقار كيعجبو كيعطي العربون بسرعة باش ما يهربش ليه العقار، ولكن السؤال الحقيقي هو واش قبل ما تعطي العربون تأكدتي أن الشخص اللي قدامك عنده الحق قانونيا يبيع؟ حيت إلا وقع مشكل، استرجاع الفلوس ممكن يولي هو المشكل الثاني. لهذا قبل العربون وقبل التوقيع أدير التحقق القانوني للعقار. خامس حاجة، ما تعتمدش على عقد قديم بوحدو. البائع يقدر يوريك عقد شراء قديم ويقول ها هو العقد، العقار ديالي، ولكن انت كمشتري خاصك تعرف الوضعية الحالية للعقار، ماشي غير تاريخ الملكية. واش تبدلات الملكية؟ واش كاين رهن؟ واش كاين حجز؟ واش كاينين حقوق لأشخاص آخرين؟ واش العقار داخل في تاريخه؟ هاد الأسئلة كلها خاصها جواب قبل ما تحط فلوسك. وأهم نصيحة، ما تشريش عقار فيه ورثة بناء على الثقة فقط. الثقة مزيانة ولكن في العقار خاصك تجمع بين الثقة زائد الوثائق زائد التحقق القانوني زائد المهني المختص. إذا كانت الصفقة فيها ورثة، ما تبقاش تقول إن شاء الله ما يكون والو. العقار كيسوا فلوس كتيرة، وأي خطأ صغير في البداية ممكن يكلفك الوقت والفلوس والمحاكم. إذا قبل ما تشري بقعة، شقة، دار أو أي عقار، سول، تحقق وفهم الوضعية القانونية كاملة قبل ما تخلص. وإلا بغيتي في الفيديو الجاي نقدر نشرح لك بالتفصيل شنو هي الوثائق اللي خاصك تطلب من البائع قبل ما تشري أي عقار في المغرب. دير متابعة لأزالو إيموبيلي وخلي لي في الكومنتير بغيت لائحة الوثائق ونشرحها لك وحدة بوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.